أن أو هو الحقيقة ملاحظة وليست سؤال، أن هناك ترويج للمصطلح الأمازيغي وأنه يعتبر مؤامرة ضد العروبة، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق. طبعا يعني أنا لا أؤمن به مطلقا. الأمازيغ شعب قديم كان موجود في شمال أفريقيا قبل مجيء العرب، يعني قبل دخول العرب. يعني هم كانوا السكان الأصليين لشمال أفريقيا، يعني من ليبيا، وحتى لهم مؤثرات أولية على الحضارة المصرية. فهم موجودين يعني، وهم شعب المورو يعني أو الشعب الموري، كانوا لهم آثار ولهم يعني أنا أتذكر كنت في ليبيا وشفت الكثير من الآثار اللي موجودة على الصخور، وشفت يعني هذا المتحف الطبيعي الجبار الذي يوحي بوجود سكن هائل في المكان حقيقة. فمن غير الصحيح، يعني نحن في عصر يعني حديث، ومن غير الصحيح على الإطلاق أن ننفي وجود شعوب كاملة يعني بهالطريقة هذه. فهو شعب موجود وقائم واستمر من عصور ما قبل التاريخ، ثم بدأ بالعصور التاريخية وصولا إلى العصر الوسيط اللي هو مجيء الإسلام ودخول الفاتحين العرب بين قوسين. يعني هذا زمن طويل جدا. يعني نحن يعني بصراحة يعني حصل هذا في القرن السادس الميلادي. يعني طيب قبل الميلاد ماذا كان موجود؟ الأرض خالية كانت؟ يعني مو صحيح هذا الكلام. ولذلك هي ليست مؤامرة، و للأسف كانت هناك يعني ما يسمى يعني النعرة السياسية اللي تنادي بالقومية بالمعنى المتطرف هذا، التي تنكر وجودها أو على الأقل تخفف. لا، هذا غير صح. أما أن يقال بأن هناك علاقة بين اللغوية وحتى ربما عرقية بين تلك الأقوام القديمة وبين العرب، هذا وارد جدا، باعتبار أن المنطقة بأكملها يعني من أصول قريبة من بعضها. لا نقول يعني، بس لكن هناك اختلاف. يعني اللغة الأمازيغية أو اللغة المورية لغة مختلفة اختلاف واضح جدا عن اللغة أو عن مجمل اللغات السامية، حتى أنه في الاصطلاحات القديمة نقول أن هذه لغة حامية وتلك لغات سامية بالاصطلاح القديم.